في اليوم التاني كان القناوي قاعد في مكتبه وكان باين عليه التعب. دخل عليه سلطان وقال: صباح الخير يا بوي. الجناوي بهدوء: صباح النور، خير. سلطان بهدوء: كنت جاي أقول لك يا بوي إني موافق على جوازتك من تسنيم. بص ليه الجناوي بقوة ونظرات كلها وترت سلطان، وبعد كده قال: شوف يا سلطان، أنا مش عيل صغير لما تاجي تقولك ده هفرح وأقول بجد، يعني ما عندكش اعتراض والكلام الفارغ ده. لا يا سلطان، أنا خابر زين إن فرحة هي اللي أقنعتك وجريت لك تعمل كده عشان بس تكسب رضايا، مش أكتر من كده يا ولدي. بس أنا مش بقيت بستغرب أي حاجة تخصك. انت ضحكت على أمك وخليتها تنازلت عن نصيبها في السرايا بسبب الكلبة مرتك، ودلوقتي جاي برضه بعد حديتها اللي زرعته فيك يا سلطان علشان أرضى عليك. مفكرنا عيل صغير إياك. سمع حديتك الماسخ انت والحيوانة مرتك. سلطان بضيق: من غير غلط يا بوي، وبعدين مرتي دي اللي انت رايح تتجوز أمها، لو ناس أفكرك يعني. الجناوي ابتسم: هي مش أمها، هي خالتها، وفي فرق السما والأرض بين الاتنين. تسنيم ملاك، أما فرحة شيطان في شكل بني آدمة. أنا قلت لك قبل سابق يا سلطان إنك هتندم إنك اتجوزت البني آدمة دي، وبكرة الأيام تثبت لك إن أنا صح وإنت اللي غلط، وإنك خسرت شمس واستحالة تلقى واحدة كيفها هي. سلطان بحدة: وأنا ما ريدهاش يا بوي، نفسي أفهم سبب تمسكك بالست شمس. كان اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ أنا في حاجة مش فاهمها. أكيد مش بتعمل كده عشان خاطر بنت صاحبك، أكيد في حاجة يا بوي أنا ما خبرهاش، وأكيد هياجي يوم من الأيام وهعرفها. الجناوي ابتسم ببرود وما ردش على سلطان. سلطان خرج بغضب، وبعد دقايق دخلت الخدامة وقالت بهدوء: في واحدة اسمها تسنيم رايدة حضرتك برا يا عمدة. الجناوي بصدمة: تسنيم هنا في السرايا؟ هزت الخدامة راسها، وفجأة دخلت تسنيم بغضب وعصبية وقالت: اللي انت بتعمله ده هيخلي المستور بقاله سنين ينكشف دلوقتي يا جناوي. الجناوي بص للخدامة وقال بهدوء: روح انت شوفي شغلك. الخدامة مشت، أما الجناوي بص لتسنيم بهدوء وقال: انت السبب في كل اللي بيحصل ده يا تسنيم، انت لعنة على حياتي وحياة كل اللي شافك. تسنيم بغضب: انا اللي لعنة؟ ليه؟ انا اللي اذيتكم ولا انتم اللي اذيتوني؟ كان يوم اسود يوم ما فكرت اشتغل عندكم. انا ندمت ندم عمري كل اني وجعت في ايديكم. الجناوي قرب منها بحب: انت لعنة كل اللي يشوفك يحبك هو الاول، وبعدين انت ليه رفضاني يا تسنيم؟ اقسم بالله بحبك، وعمر ما في ست تانية حبتها غيرك. ريدان اخلص على حالي كيف ما حصل زمان. تسنيم بدموع: يا ريت هخلص منيك وأعيش حياتي المهدورة. الجناوي بخبث: حتى لو مت يا تسنيم مش ههملك واصل. يكون في معلومك أنا سايبك اكدي براحتك علشان ما تقوليش إني بضغط عليكي، بس أنا رايدك تفكري زين في موضوعنا علشان أنا مش هسكت كتير. تسنيم بدموع: ليه رايد تفتح في اللي فات؟ ما كفكوش اللي عملتوه فيا انت واخوك زمان؟ رايد ايه مني؟ حرام عليك، هملوني في حالي بقى، نفسي أعيش مرتاحة. انت راحتي بتتعبك علشان كده رايد تتعبني. الجناوي قرب منها بهدوء وقال: انت لعنة علينا احنا التنين يا تسنيم، هاشم الأول وانا التاني، وبقال أكتر من 20 سنة نفسي اتجوزك وانتوا بترفضيني، وانا ساكت ومستحمل. تعرفي أنا أكتر واحد فرحت بموت أخوي، عشان خلاص محدش هيبقى في حياتك غيري، عشان مش هسيبك. كنت خابر زين إن أخويا عمره ما كان هيتنازل عنيكي وكان هيتجوزك، علشان كده أول ما سمعت خبر انتحاره فرحت، بس اتصدمت من اللي عمله واللي بسببه انت بتكرهيني دلوقتي يا تسنيم. تسنيم بدموع: انت فرحت وانا حياتي اتدمرت بسببه وبسببك. مش قادرة حتى افتكر أسوأ لحظات حياتي. انت لو آخر راجل في الدنيا مش هتجوزك، وانت خابر السبب. انا بكرهك، فاهم؟ بكرهك. الجناوي بغضب: انت هتحبيني غصب عنيكي، واقولك على حاجة كمان، انت اللي جيت برجلك لغاية هنا ومش هتخرجي من هنا غير على قبرك يا تسنيم. تسنيم بغضب:
هخرج وهسيب البلد والبلد بحالها عشان أخلص منيك ومن شرك. الناس مفكرينك إنك بتعمل خير وبتحب الناس الغلابة، وما يعرفوش إنك ظالم وبتحب الشر قد عينيك. الناس مغيبين وما يعرفوش حقيقتك انت واخوك، وانا عندي استعداد افضحك يا جناوي. الجناوي ضحك بسخرية. مين هيصدقك يا تسنيم؟ معقول هيصدقوا الخدامة ويكدبوا سيدهم برضو؟ انا هقولك على حاجة، النهاردة هنتجوز غصب عنك ومش هتخرجي من السرايا دي، مفهوم؟ تسنيم حاولت تخرج من المكتب لكن مسكها بقوة وقفل الباب وقال بحدة: اوعاك تفكر انك تقدري تهربي مني يا تسنيم، تبقى بتحلمي. ومسك التليفون وقال لحد: روح يا صالح هات المأذون وتعالى، وهات شهود معاك على السرايا بسرعة. أمرك يا عمدة. تسنيم بدموع: هقول للمأذون إن أنا مش موافقة. الجناوي بسخرية: أعمل إيها ونبعت أي حد النورة بنت خيتك، واللي حصل لك زمان يحصل ليها دلوقتي. تسنيم بصدمة: انت اكيد مش هتعمل كده. الجناوي ببرود: انا اعمل اي حاجة لمجرد ان احصل عليك يا تسنيم. تسنيم دموعها كانت بتنزل بصمت. بعد شوية جه المأذون. الجناوي بجدية: رايدك ترفضي يا تسنيم قدامي. ومسك ايديها واخدها على المضيفة، وكانت واقفة فرحة وسلطان ومصدومين من وجود المأذون. فرحة قربت من تسنيم: هو انتوا اتفقتوا على الجواز بالسرعة دي يا مايا؟ تسنيم ما ردتش عليها. الجناوي بهدوء: ابدأ يا شيخنا، جوازي أنا وهي. المأذون: حاضر يا عمدة، البطايق بعد إذنكم. تسنيم حاولت استغلال الأمر وقالت بتوتر: أيوة بس أنا معيش البطاقة ونسيتها في البيت. الجناوي بخبث: كيف بس يا حبيبتي، كيف نسيتيها؟ أنا شايفها في شنطتك. معلش يا شيخنا، عروسة بقى ومتوترة. مسك الشنطة وطلع البطاقة واداها للمأذون وبدأ كتب الكتاب. غمضت عينها بقوة بعد ما قال المأذون بهدوء: بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. الجناوي بخبث: متشكر يا شيخنا، متشكر يا رجالة، نردها لكم في الأفراح إن شاء الله. كلهم خرجوا ووصلهم القناوي لغاية الباب، وكان واقف سلطان وفرحة مع تسنيم. فرحة قربت من تسنيم وقالت بابتسامة: ألف مبروك يا ماي، والله مش لغاية دلوقتي مصدقة إنك اتجوزت حماية. تسنيم ما ردتش عليها وكانت تعبانة. قرب الجناوي منهم وقال بحدة: يلا يا سلطان، خد مرتك وعلى أوضتكم وتفضلوا. سلطان بضيق: حاضر يا بوي. يلا يا فرحة. فرحة بابتسامة: يلا يا حبيبي. مبروك يا عمي. أخدها سلطان من إيدها وراحوا على أوضتهم. قرب القناوي بابتسامة: ألف مبروك يا عروسة، أعتقد دلوقتي ما فيش مهرب، انت مرتي لحد آخر نفس هتتنفسيه. تسنيم بدموع: انت اتجوزتني بالإجبار، بس وقعك تفكر انك هتقرب مني ولا يدك هتلمسني، فاهم؟ الجناوي بحدة: هتمنعيني يعني؟ اتجنيتي ولا ايه؟ مش خابرة ان الست اللي تمنع نفسها عن جوزها الملايكة تغضب عليها؟ تسنيم بغضب: وانت تعرف ربنا علشان تتكلم عنه يا جناوي؟ وملكش صالح، انا رايدة ربنا يعجبني، لكن انك تلمسني استحالة، ولو جربت مني غصب زي ما اتجوزتني غصب اقسم بالله موت نفسي فيها يا جناوي. الجناوي مسك ايديها بعنف وقال بحدة: ايش معنى انا بتحرمي نفسك عليا هو لا؟ تسنيم بغضب: انت خابر زين ان انا عمري ما سلمت نفسي برضايا وكله كان غصب عني. الجناوي مسك ايديها بحدة وجرها على الأوضة وهو بيقول: يبقى اعتبري كمان اللي هيحصل بيناتنا غصب عنيكي. تسنيم صرخت بقوة وهي بتبكي وقالت: مش رايداك، ما تفهمش ولا ايه؟ بعد عني. في غرفة سلطان فرحة كانت قلقانة: هي أمه بتصرخ ليه؟ هروح أشوفها. سلطان بحدة: ملكي الصالح، خليك في حالك. فرحة بتوتر: أنا كنت حاسة إن أمي رافضة الجوازة دي، شكلها كان باين عليه. سلطان بحدة: قلتلك ملكي الصالح، ما تفهميش ولا ايه؟ تعالي ترزع جار هنا. وفعلا قعدت جنبه، ولكن القلق كان بياكلها لأنها خايفة على مامتها. في منزل ريان
كانت مهرة واقفة بتعمل الغدا في المطبخ. زهرة دخلت بغيظ وقالت بعصبية: انت بتعملي ايه هنا؟ انت مفكرة ان ده بيت ابوكي تمرحي فيه براحتك يا ست زفتنتي؟ مهرة بجدية: هو مش بيت ابويا، هو بيت جوزي، وامرح فيه زي ما انا رايدة، ملكيش صالح بيا. زهرة قربت من مهرة وقالت بحدة: كيف تتحدثي معايا كده يا بنتي؟ يا تربية الشوارع، ما نعرفش جايبك من انهي زريبة، كيف تتحدثي مع اسيادك بالطريقة دي؟ مهرة بقوة: انا سيدي هو ربي، وما عنديش اسياد تاني يا مدام، وبعد عني احسن ما اقول لريان يشوف شغله معاكي. زهرة اتعصبت بقوة وضربتها على وشها في لحظة دخول ريان المطبخ. ريان قرب منها بغضب: انت كيف تمد يدك عليها؟ اتجنيتي ولا ايه يا زهرة؟ مهرة مسكت دراعه وقالت بدموع: خلاص يا ريان، هي ما تقصدش. زهرة بغضب: اضحكي يا بت بالبجين اللي قلتيهم دول. ايوه، اضربها لما تقل ادبها عليا وتكلمني باسلوب عفش. مهرة بدموع: ما حصلش يا ريان، انت بتكذب. زهرة بغضب: انا هكذب يا حيوان انتي؟ ريان بغضب: اعتذري يا زهرة دلوقتي حالا. زهرة بغضب: انت رايد نعتذر من الجربوعة دي يا ريان؟ ريان بحدة: بقولك اعتذري وإياك تغلطي تاني، أنا قلت لك أها. زهرة بغضب: مش هعتذر يا ريان. ريان بحدة: أقسم بالله لو ما اعتذرتي لكون مطلقك يا زهرة. زهرة بصدمة: انت بتحلف عليا يا ريان؟ ريان بحدة: يا تعتذري يا هتبقي طالق يا زهرة. زهرة كتمت غيظها وقالت: أنا آسفة، مقصدش. ارتحت كده؟ ريان مسك ايد مهرة وخرج برا المطبخ، أما زهرة كانت بتبص عليها بغضب وحقد. في غرفة الجناوي كان بيلبس بعد ما أخد حقوقه الشرعية بالإجبار، وكانت تسنيم بتعيط. الجناوي بهدوء: قومي ادخلي خدي دش وانا هجيبلك خلقاتك من فرحة. تسنيم ما ردتش عليه، كانت قاعدة بس بتبكي. الجناوي خرج من الغرفة وكان هيروح ياخد هدوم من فرحة، ولكن دخل أوضة فاطمة وأخد منها جلابية ودخل اداها وقال: أنا هنزل المكتب وقعد براحتك في الأوضة، وسابها في حالة الحزن والغضب منه. في مطعم الفندق كان راجح قاعد مع شمس وبيقول بابتسامة: ايه رأيك في الشغل اللي قلتهولك؟ لو شاركتك في الشركة وعملنا شغل كويس مع بعض الشركة هترجع أحسن من الأول. شمس ابتسمت: مفيش مشكلة، أنا زي ما قلتلك قبل كده أنا ما عنديش خبرة قوي في شغل الشركات ولسه بتعلم يعني. راجح ابتسم: إن شاء الله هتتعلمي كل حاجة، وعندي ليك خبر هيفرحك أكيد. شمس ابتسمت: خبر إيه؟ راجح طلع من جيبه مفتاح وقال بابتسامة: أنا جبت لك البيت اللي هتقعدي فيه. بالسرعة دي؟ راجح ابتسم: البيت ده بيت أم الله يرحمها. شمس بصدمة: طيب أمال أنت قاعد فين؟ راجح ابتسم: أنا قاعد قدامك على طول في السرايا بتاعت جدي، وقلت بما إن البيت موجود مفيش داعي تسكني عند الغريب، ولا أنت إيه رأيك؟ شمس بهدوء: طيب وإيجاره قد إيه؟ راجح بهدوء: جينا للكلام اللي يزعل عاد. شمس بهدوء: أنا لو كنت سكنت عند الغريب كنت أكيد هديله إيجار. راجح: ده لما يبقى غريب يا شمس مشاني، وبعدين يا ست البيت فاضي وأنا مش محتاجه أصلا، اقعدوا فيه براحتك خالص وأنا مش رايد منك أي حاجة. شمس بهدوء حاولت الاعتراض ولكن بص ليها بحدة وقال: خلاص يا شمس قلتلك. شمس ابتسمت: خلاص انت حر. راجح ابتسم: ناوية تنزل الشغل ميتة من بكرة إن شاء الله. راجح ابتسم: طيب يلا قومي جهزي حاجتك والأولاد وخلينا نروح البيت. شمس ابتسمت: حاضر، بعد إذنك ساعة بالظبط وهخلص. راجح بابتسامة: براحتك خالص. راحت شمس وبدأت تجمع حاجتها، أما راجح ابتسم بفرح وقال: هتبقى قصاد عيني دايما. في أحد البيوت كانت قاعدة فرحة بعد ما استأذنت من سلطان إنها تخرج تتسوق. كانت قاعدة في أحد الغرف مع عامر. فرحة بابتسامة: اتوحشتك جو يا عامر، ما تعرفش أنا بكره نفسي كيف وأنا مع سلطان، ببقى نفسي أخلص عليه بس ما بقدرش. عامر ابتسم: أنا اللي نفسي أطخ عيارين بعد ما أخدك مني. فرحة بخبث واصطنعت الدموع: وتخيل
أبوه اتجوز أمي غصب عنيها يا عامر. عامر بصدمة: بتتكلمي جد؟ فرحة وهي بتحضنه: أيوة بتكلم بجد يا عامر، أنا تعبانة قوي ومش قادرة على العيشة دي، مش قادرة أعيش بعيد عنيك. عامر قرب منها وفجأة الباب اتفتح. كانت فرحة واقفة مصدومة ومش مصدقة الموقف اللي هي فيه، وسلطان كان واقف مصدوم. عامر بسرعة قام بخوف وبدأ يلبس هدومه، أما سلطان ما قدرش يستحمل وطلع سلاحه بسرعة وضربه بالرصاص أكتر من رصاصة لغاية ما غرق في دمه. فرحة برعب: سلطان اديني فرصة اتكلم وادافع عن نفسي. سلطان بغضب: تدافع عن نفسك؟ ده لما سيبكم متلبسين وتقول تدافع عن نفسك، ده انا هخلص عليك وهشرب من دمك يا زبالة. انا لميتك من الشوارع، انا فضلتك على مراتي، وفي الاخر بتخونيني مع الزبالة ده. الجناوي ببرود: لساتك هتعاتبها يا سلطان، الحاجات دي ما فيهاش عتاب يا ولدي، افتكر انك شفتها مع واحد غيرك. فرحة برعب وعياط: ما تسمعش كلامي يا سلطان، اديني فرصة، سامحني، انا بحبك، والله انا ما اعرف عملت كده كيف. الجناوي ببرود: طول عمرك سماوية كيف امك، ربنا يشحمها مطرح ما راحت، انت واخدة منها الخبز والجرف، رايدة تلعبي على الونجين يا فرحة، رايدة تقص اللي تقدر عليه من ولدي، وعامر يا حرام اللي بسببك اتقتل دلوقتي كنت برضو بتحاولي تاخدي منه على قد ما تقدري، وهو غبي مفكر انك بتحبيه، بس توصل معاك انك تخوني ابن العمدة، دي ما فيها سماح عندنا، ولا ايه يا سلطان؟ سلطان مردش عليه وخلص عليها. الجناوي وهو بيطبطب على كتف سلطان: راجل ولد راجل يا سلطان، البوليس زمانه على وصول واحنا ماسكينهم متلبسين، ما تقلقش. وفعلا بعد مرور ربع ساعة وصلت الشرطة وحققوا في الموضوع، والإسعاف جت وشالت فرحة وعامر، وأهل البلد كلهم عرفوا اللي حصل. أما الجناوي أخد ابنه وراحوا على السرايا. سلطان قاعد على الكنبة وبيقول بدموع: ليه عملت كده؟ أنا عمري ما زعلتها، أنا كنت بعمل اللي هي رايداه وما تأخرتش عليها في أي حاجة واصل، إيه اللي يخليها تخوني؟ الجناوي ببرود: ما أنا قلت لك يا ولدي، خبرتك زين وقلت لك البنت دي شطان وما تنفعكش، وما سمعتش كلامي وفضلت تقاوح وخلاص، مش كان زمانك متجوز شمس دلوقتي وعايش مرتاح معاها، لكن رحت فضلت الجربوعة دي وطلقتها وبهدلتها بسبب فرحة. سلطان: بكفاياك عاد يا ابوي، ما بقتش مستحمل اسمع اي كلمة زيادة، انا طالع على اوضتي. وفعلا سابه وطلع، وتسنيم نزلت من اوضتها. تسنيم بضيق: انا عايزة اروح اطمن على نوارة، انا سايباها لحالها. الجناوي بهدوء: مش الاول تاخد عزا بنت اختك. تسنيم بصدمة: بنت اخت مين يا مجنون انت؟ انا نوارة لسه مكلماها دلوقتي، وزينة وفرحة هناه،